تخيل معي يا عزيزي وعزيزي المشاهد أن شخص جالس في مكان يقرأ في كتاب في يوم جميل، حتى فجأة يخرج له دب. وش راح يصير؟ واحد راح يهجم عليه الدب، ثانيا راح يقتل الدب، ثالثا راح يموت. هي فكرة مقطعنا لليوم، لحظات ما قبل الكارثة. راح نشوف مقاطع وراح نوقف ما قبل الكارثة وراح نتوقع وش راح يصير. راح يكونوا 3 اختيارات. شاركوا معنا أنتم أيضا في التحدي وقولوا لي في التعليقات جبتوهم كامل أو لا. بدون ما أطول عليك يا عزيزي وعزيزتي المشاهد، تسهلنا بزر الاشتراك في القناة. يا جماعة آخر مقطع هذا في اليوتيوب لي في 2023، فيا جماعة قبل أن تنتهي باقي يوم بس، يلا يسدوا حيلكم. 500 يا جماعة، والله ما باقي كثير. يلا اشتركوا ليتس جو. اوكي المرأة تمشي عادي، هوب. وش راح يصير؟ اولا راح يخرج لها دب من البيت، ثانيا راح تسقط، ثالثا راح تدخل عادي للبيت، رابعا لا يحدث كل ما سبق. انا راح اروح مع اختيار راح تسقط الثاني، وانتم قولوا لي في التعليقات مع اي اختيار راح تروح. يلا خلونا نشوف. اوكي هون شخص عادي راح يشوت الكرة وستوب. وش راح يصير؟ اولا راح يطيح قبل ما يشوت، ثانيا راح يشوتها وينقلب، ثالثا راح تنفجر الكرة، رابعا لا يحدث كل ما سبق. احس ان الاختيار الاول عقلاني، راح اروح مع راح يطيح قبل ما يشوت. خلينا نشوف، قولوا لنا انتم في التعليقات. اوكي هون شاحنة معطلة واصحابها يحاولون انه يلاقون حل. ايوه هون ستوب، مقطع غريب. وش راح يصير؟ اولا الشاحنة راح تمشي لوحدها وتشتغل، ثانيا الرجل راح ينضرب، ثالثا راح يصدم الشاحنة قطار، رابعا لا يحدث كل ما سبق. وش تتوقعون؟ انا تحليلي بما انهم في سكة القطار راح يضربهم قطار 100%. شخص عادي يشوت في الكرة، هوب ستوب. وش راح يصير؟ اولا راح تضرب الكرة بالعارضة، ثانيا راح تطلع لبرا الكرة، ثالثا راح تضرب في العارضة وترجع تضرب في الحارس، ورابعا لن يحدث كل ما سبق. انا حسب توقعي راح تضرب الكرة بالعارضة، وان شاء الله نكون صحيح. قولوا لي انتم في التعليقات. خلينا نشوف. هون عندنا شخص عادي يسوق في الدراجة تبعه، هوب ستوب. وش راح يصير؟ اولا راح يسقط الشخص من الدراجة، ثانيا راح يصدم فيه طير، ثالثا راح يطيح الجبل، رابعا لا يحدث كل ما سبق. انا راح اروح مع اختيار انه يطيح الجبل. خلينا نشوف، قولوا لي انتم وش اخترتوا. اوكي هون شخص عادي يلعب باركور، والله صعب هاي الباركور، يخوفه يا ربي. هوب وش راح يصير؟ اولا راح يكمل عادي، ثانيا راح يطيح، ثالثا راح يثبت في اخر لحظة، ورابعا لن يحدث كل ما سبق. انا راح اروح مع الاختيار الثالث، راح يثبت في اخر لحظة. وخلونا نشوف. اوكي هون عندنا سيارة تمشي عادي، هوب 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 هوب. وش راح يصير؟ اولا راح ينزل الشخص من السيارة، ثانيا راح تصدم فيها سيارة اخرى، ثالثا راح تنحرق سيارة، رابعا لن يحدث كل ما سبق. انا راح اروح مع الاختيار الثاني، راح تصدم بها سيارة. وخلونا نشوف، قولوا لي انتم وش اخترتوا في التعليقات. وبس يا جماعة كذا نكون خلصنا هذا المقطع، مقطع قصير. هذا ان شاء الله يا جماعة راح يكون اخر مقطع لي في اليوتيوب 2023، وباذن الله راح تدخل 2024 وشيء اخر باذن الله. المهم بدون ان اطول عليك يا عزيزي وعزيزتي المشاهدة، لا تنسى بزر الاشتراك وزر اللايك، اضغطها الحين. احبكم من كل قلبي يا جماعة. تحدي 500 ما باقي له كثير، والله ما باقي له كثير، تقريبا بس 40 مشترك. يلا سدوا حيلكم، راح نوصلها. واليوم بإذن الله، اليوم في موعد نزول هذا المقطع نوصل ل500. والله احنا قدها واحنا قد التحديات. Let's go. وش تتوقعون يصير؟ هل أصل 500 أو لا؟ جاوبوني في التعليقات.